ثورة في إدخال ال AI في العمل الزراعي. إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في الزراعة ألا وهي استنزاف الموارد. خريج الزراعة شخص محظوظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج أورجانيك بودكاست. معانا النهاردة مهندس زراعي زي ما الكتاب بيقول، بدأها من الصفر، دخل المزرعة وتعلم منها وجمع الخبرات. المختلف في حلقة النهاردة ان هو عارف يستغل السوشيال ميديا كويس، وده قليلين قوي في المجال الزراعي اللي هو بيشتغل السوشيال ميديا صح، وازاي السوشيال ميديا فرقت معاه، وازاي مجال السوشيال ميديا ده طور منه كقيمة علمية في المجال الزراعي، وهل هي حاجة كويسة ولا حاجة مش كويسة، ودور السوشيال ميديا بالنسبة لكل طالب خريج كلية زراعة دلوقتي هتبقى مهمة بالنسبة له ولا لا، ازاي يستغلها وازاي يقدر يستفيد منها. تابعونا النهاردة وما تنسوش دعمكم لينا على صفحة الفيسبوك وقناة اليوتيوب. نورنا يا باشمهندس محمد. نورك يا باشمهندس اسلام. ايه الاخبار يا باشا؟ الحمد لله ومبسوط اني معاك جدا يعني. طب يا باشا ان شاء الله تبقى حلقة خفيفة لذيذة كده لينا مع بعض النهاردة إن شاء الله نقدر نفيد بيها الناس ونقدر نعرفهم مين هو باشمهندس محمد خميس عوض. تمام. مين بقى محمد خميس؟ تمام. محمد خميس عوض. انا بحب دايما اقدم نفسي في اي مكان ان انا مهندس زراعي. انا بفخر بوظيفة المهندس الزراعي ايا كان المنصب الاداري اللي انت اخدته في اي شركة اشتغلت فيها، فانا دايما بحب اقدم نفسي ان انا مهندس زراعي. انا خريج جامعة اسكندرية، كلية زراعة جامعة اسكندرية الشاطبي، دفعة 2007. نقدر نقول عندي مجال عمل في الزراعة حوالي 18 سنة خبرة. طب احنا كنا مخططين اصلا ندخل كلية زراعة ولا؟ الصراحة لا، انا كان طموحي اخش كلية العلوم. انا كنت بحب الكيمياء يعني من وانا صغير، يمكن من وانا في اعدادي، وكنت هاوي جدا القراءة عن الكيمياء والعمل في الكيمياء، فكان نفسي اخش كلية علوم قسم كيمياء، بس احيانا المجموع ممكن طبعا ده هو اللي بيتحكم في المصير العمر يعني. بس لعل وعسى يعني كان قدر جميل، لان اكتشفت ان كلية الزراعة هي كلية الحياة، فيها كل حاجة. هي فيها الهندسة، فيها الطب، فيها الكيمياء، فيها الفيزياء، فيها كل حاجة. فلو إنسان فعلا بيحب المجال العلمي والعملي وعلاقة الإنسان بمن حوله من أحياء سواء حيوانات أو نباتات، فكلية الزراعة هي كلية الحياة. فأنا مبسوط يعني إن أنا اتخرجت في كلية الزراعة. بدأنا بقى اتخرجنا من الكلية، خدنا الكارير بتاعنا ازاي؟ أنا قبل ما اتخرج من الكلية تقريبا بدأت الكارير بتاعي. كان عندي دروب كده في آخر سنة، فكان عندي وقت فاضي إني أمارس العمل الزراعي. أنا راجل من اسكندرية، والاسكندرانية ما عندهمش الحظ الحلو إن هم يحتكوا بالزراعة في صغرهم، عكس أهل الريف بيبقى مزبوط. عندهم أرض أو بيشوف الناس اللي بتمارس العمل الزراعي، لكن أنا ما كنت شفت المجال الزراعي إزاي الحياة فيه. فحبيت إني أبدأ ممارسة العمل الزراعي من قبل ما أتخرج. فقبل ما أتخرج بسنة نزلت اشتغلت في أحد المزارع، ولي الشرف أنا بدأت فيها عامل زراعي. كانت تجربة صعبة في البداية، ولكن كان عندي إصرار إني أعمل من نفسي مهندس زراعي ناجح، وحبيت إني أبدأ من الصفر، أبدأ من أول العامل الزراعي، لأني مؤمن إن المهندس الشاطر إن ما كانش عارف أصغر عامل عنده في المزرعة بيعمل إيه، مش هيقدر يديره بطريقة صحيحة. فبدأت عامل زراعي لفترة صغيرة 6 شهور، وبعدين اترقيت بقيت مشرف زراعي. ومجرد ما اتخرجت المزرعة اللي كنت بشتغل فيها عينتني مهندس زراعي، وبفضل الله يعني في خلال أقل من سنة ونص لقيت نفسي بقيت مدير مزرعة. وبدأوا الاستشاريين اللي كانوا بيشرفوا على المزرعة اللي كنت بشتغل فيها ملاحظين التطور الوظيفي اللي أنا فيه، فبدأوا يرشحوني لإدارة بعض المزارع. فكانت بداية صعبة، ولكن فادتني على مدار الكارير بتاعي لغاية النهاردة. تقدر تقول كده يعني تجربة نشفت العظم. صح، أسستنا. صح، بالظبط. تمام. وبدأنا في المزرعة دي فترة قد ايه؟ والله أنا اشتغلت في مجال المزارع، بدأت في إنتاج الفاكهة، العنب والخوخ والمانجو، موالح. يمكن قعدت في إدارة المزارع حوالي 8 سنوات، وكنت مركز جدا إني أكون مهندس إنتاج كويس، لأني شايف إن أي مجال أنت هتشتغل فيه في الزراعة بعد كده لازم تكون في الأساس مهندس إنتاج كويس، فاهم إيه اللي بيحصل من العمليات الزراعية، المحصول ده لغاية ما يخرج لغاية عندك أنت المفروض إيه العمليات اللي بتتم عليه.
فاشتغلت لمده 8 سنين متنقل حوالي 3 مزارع. وكنت محظوظ اني اشتغلت في اخر فتره يعني في العمل الزراعي، اشتغلت في مزرعه للزراعات العضويه اورجانيك. وكنت محظوظ اكتر، هي مزرعه نموذجيه في الزراعه العضويه. وكنت محظوظ ان اللي بيشرف كان وقتها رحمه الله عليه استاذي الدكتور توفيق حافظ، وكان وقتها مدير المعمل المركزي للزراعه العضويه. واتعلمت على ايده يعني ايه الزراعه العضويه بجد. فأدين له بالفضل يعني جدا في ان انا اتعلمت مجال الزراعه العضويه رحمه الله عليه. ففي الفتره دي قدرت اجمع قدر معقول، مش هقول كبير، قدر معقول من اساسيات الانتاج الزراعي والى حد ما اداره العمل الزراعي، لان انا دايما بحب افصل ما بين فنيات العمل الزراعي واداره العمل الزراعي. ودايما بدي التعظيم للاداره، هي دايما سر نجاح اي مؤسسه زراعيه انتاجيه الاداره وليس الفنيات. مظبوط. الفنيات ممكن تيجي رقم 2، مش بقلل من اهميتها ولكن هي متاحه، لكن الاداره هي الاصعب. واللي بيفرق نجاح مزرعه من التانيه ليس الفنيات. ممكن يكون الاستشاري ماسك هنا مشروع وهنا مشروع، في مشروع بينجح ومشروع بيفشل. كلمه السر دايما في اداره المشروع. صح. فدي اول مرحله يعني من حياتي 8 سنوات. تعمدت اني اتنقل من مزرعه للتانيه، يعني ما اقعدش في مكان اكتر من 3 سنين، لان كنت بسعى ان انا اكتسب خبرات مختلفه ومتنوعه في ظروف مختلفه، فيبقى عندي رؤيه اوسع واشمل للتحديات الزراعيه اللي موجوده. خصوصا ان وقت ما انا اتخرجت كان كل العمل الزراعي تقريبا في الصحراء، فانت بتواجه ظروف بيئيه والتربه والميه مش مثاليه للعمل الزراعي. فانت محتاج تشوف ظروف مختلفه عشان تقدر يبقى عندك حصيله من الخبرات والمعلومات اللي تقدر تقابل بيها اي مشكله تاني وتقدر توجد لها حل. طب انت كنت حابب الحته اللي انت فيها ديت، ولا والله الظروف كانت جبرك عليها؟ يعني انا اي حد في زراعه هو بيروح مزرعه سنه 2 ياخد القيمه العلميه اللي فيها ويطلع للناحيه التجاريه. صحيح. اركب عربيه، قاعد في التكييف، اروح اشرب شاي واتغدى وباخد عموله ومرتب. مظبوط. مش قاعد في الصحراء بتعامل مع عمال بتبهدل. يعني انت كنت مخطط ان انا عايز ابقى هنا في الحته ديت، ولا والله الناحيه التانية دي ما كانتش مستهوياك اصلا؟ شفت زمايلي اللي استعجلوا، وشفت ان هو هيعيش طول عمره في الكارير بتاعه ضعيف. ما كنتش مستعجل ان اتنقل لفكره ان انت تدور على الكومفورت زون او الراحه بتاعتك، اركب عربيه او اشتغل في المجال التجاري او وات، حتى المجالات الاداريه. ما كنتش مستعجل، كنت حابب ان اشتغل في الارض اكتر، الكابل المعفر بتاعك والجزمه السيفتي. كنت حابب اني ألم باكبر قدر من التفاصيل، وكنت مستمتع بده لاني كنت حاسس ان انا ببني نفسي. فانت وانت في الموقف اللي انت فيه شايف مستقبلك شكله عامل ازاي، شايفه حلو. فده اللي بيصبرك على التحديات او الظروف الصعبه اللي احنا بنعيش فيها في المزارع. يعني الواحد اكيد عايش في ظروف صعبه طبعا. للاسف يعني ما عندناش شركات زراعيه بتقدم اقامه جيده للمهندس الزراعي على حسب الامكانيات المتاحه. انت بتعيش لكن وانت في وسط الظروف دي بتبقى شايف نفسك، انا عارف انا بعد 10 سنين هبقى فين. فده اللي شويه بيصبرك انك تتحمل الظروف دي. وبدأنا عملنا ايه بعد ما سيبنا بقى قطاع المزارع؟ قطاع الانتاج والمزارع كان هو الاساس بتاعي اني اقدر انطلق للمجال اللي بعده. وبدات ادخل في مجال الدعم الفني او الاشراف الفني او بيسموها تكنيكال سبورت. استغل بقى كل العلام اللي انا اتعلمته في الفتره اللي فاتت. بالظبط. انت النهارده عندك حصيله متنوعه من الخبرات، قابلت تحديات مختلفه، اخطات وفشلت ونجحت وتعلمت. فبقى عندك الحصيله الخبرات اللي تقدر تقدم للناس معلومه تفيدهم. فكنت محظوظ اني اشتغلت في المنظمه الدوليه للتعاون الزراعي ACDI VOCA مع اكبر مشروع تم في مصر يمكن في اخر 20 سنه لزراعه الطماطم التصنيعيه في جنوب مصر في الصعيد. وكان المشروع ده بدعم من هيئه المعونه الامريكيه. كنت من المحظوظين اني اكون ضمن فريق العمل، وكنت ماسك الدعم الفني لقطاع الصعيد بالكامل، من اول بقى دار السلام في سوهاج لغايه وادي النقره في اسوان. كان معانا اكتر من 7000 فدان طماطم تصنيعيه
بالشراكه مع شركه هاينز. كان الهدف من المشروع ان احنا ننشر الوعي بثقافه الاصناف بتاعه الطماطم التصنيعيه اللي ما كانتش موجوده في الصعيد. صح. ما كانش المزارع مقبل على الاصناف هاينز، شكلها حجم الحبه صغير، طبيعه نموها، فنيات التسميد والمكافحه. في الوقت ده كمان كانت التوتا ابسوليوتا لسه داخله مصر حديثا بقالها كام سنه، فكان في كارثه في زراعه الطماطم في الصعيد. والصعيد طبعا يعني مصنع الطماطم في مصر الاساس. فانا كنت محظوظ ان انا كنت ضمن الفريق بتاع المشروع ده. اشتغلت فيه حوالي سنه وشهرين، ولظروف معينه المشروع توقف. وقتها قامت الثوره في مصر وكده، فالمشروع كان المفروض يستمر اكتر من كده بس توقف للظروف دي. هناك احتكيت ببيئه جديده، مزارع جديد غير مزارع وجه بحري تماما، مزارع جميل. الزراعه في الصعيد حاجه ممتعه. احتكيت بثقافات مختلفه، بخبرات مختلفه، الناس عندها خبرات زراعيه كويسه جدا. كل الموضوع ان انت محتاج بس تنقل لهم الشيء الجديد وتقنعهم بيه. فكانت تجربه جميله جدا بالنسبه لي. وحتى كنت واخد اولادي وعايش في قنا هناك، فكانت تجربه جميله بالنسبه لي اللي خرجتني بعد كده اني اشتغل كمدير فني للمشروع الزراعي لشركه أولام العالميه. ومشروعي مع أولام انا شايفه يعني افضل انجاز انا حققته في حياتي، لاني شايف اني عملت شيء جديد في القطاع الزراعي في مصر. نقلت تكنولوجي جديد لزراعه البصل في مصر، الزراعه تحت الري المحوري بالمعدات، الزراعه والحصاد بالمعدات بدون تدخل الايدي العامله. فكان الهدف من زراعه البصل ده التجفيف لمصانع التجفيف. شركه أولام عندها مصنعين كبار في مصر، وهي بتصدر في وقتها حوالي 60% من انتاج مصر من البصل المجفف للاتحاد الاوروبي. وكان في تحدي ان هم عندهم اصناف بتاعتهم في امريكا كان مطلوب ان احنا ننقلها، لان الاصناف دي هاي سوليد، يعني فيها الماده الصلبه عاليه. فازاي نخلي الاصناف دي تنجح؟ ازاي تعرف الصنف يتزرع فين وامتى؟ هنا بقى يجي حصيله خبراتك السابقه. طبعا انت عندك تجربه لاماكن مختلفه في مصر، وعارف ظروف التربه والميه هنا والجو هنا عامل ايه، فتبدا انت تقول لا انا شايف مواصفات الصنف ده يصلح في المكان ده. شايف. فالحمد لله من اول سيزون قدرنا نحدد الاصناف المناسبه لكل مكان، وبدانا المشروع. يعني انا سبت المشروع كنا بزرع حوالي 2500 فدان، كلهم زراعه وحصاد آلي. عملنا تيم ممتاز. مع أولام استثمرت الشركه فيا كتير. سافرت الولايات المتحده مرتين لدراسه، اللي هم هناك سابقنا الصراحه جدا يعني في زراعه البصل الجاف. مش البصل بس سابقنا كتير بحاجه بسيطه جدا. احنا اشطر أكيد. كتير جدا جدا. منتهيين من ده. الفرق بيننا وبينهم حاجه بسيطه جدا، النظام. هم ناس منظمين جدا. هو قبل ما بيبدا خطوه بيبقى عامل لها خطه محكمه، عارف هيزرع امتى ويحصد امتى ويزرع ازاي ويحصد ازاي ومسافات. ما بيشيبس، يعني ما فيش شيء بيسيبه للصدفه، كل حاجه هو مخطط لها جدا جدا. فهو ده سر النجاح. فاتعلمت هناك عندهم اداره الحقل، اداره العمليات تحت الميكنه الزراعيه. في الوقت نفسه سافرت الهند برضو، خدت كورس هناك في مركز البحوث الزراعيه في ناسك عن زراعه البصل ومعاملات ما بعد الحصاد. كان عندي تجربه اسافر اوروبا، الف اكتر من معرض زراعي عشان نستورد المعدات اللي تناسب البيئه المصريه، لان احنا اكتشفنا ان المعدات اللي شغاله في امريكا مش هتناسب اللي هم بيزرعوا في كاليفورنيا سواء في الجنوب او في الشمال. التربه عندنا شويه مختلفه، وظروف التحديات هنا مختلفه، فكان لازم نجيب معدات مناسبه ليه تناسب ده. كانت تجربه جميله جدا. بعتبرها انطلاقه ليا في الكارير بتاعي وفي معرفه السوق الزراعي وزملائي بيا، لانها احنا كنا بنشتغل بنظام الكونتراكت فارمنج او التعاقدات الزراعيه. فسمحت لي اني ادخل المزارع الكبيره، اتعامل مع الاونرز ومع مديرين المزارع الكبار. انا بتعلم منهم وهم بيشوفوا ايه المحتوى او ايه الجديد اللي انا جاي اقدمه. فكان تعاون ما بين الطرفين، الطرف اللي بيزرع والطرف اللي معاه النوليدج او النو هاو او البذور والمعدات والكلام ده.
فانا استفدت كتير وقدرت الحمد لله افيد الشركه، وزي ما قلت لك انا بعتبرها يعني بيست اتشيفمنت يعني. طب هل الاستثمار في مصر يعني شركة خارجية أجنبية تيجي تستثمر في مصر وتزرع بمعداتها بكل حاجة، ده مشروع ناجح اكيد ليها ولا لينا؟ للاثنين. بالنسبه للجانب المصري احنا عندنا مشكله كبيره جدا في الزراعه، الا وهي استنزاف الموارد. احنا مش دوله زراعيه. مصطلح مصر دوله زراعيه بوظت كده الاساس بتاعنا. لا لازم نكون يعني احنا النهارده بنتكلم كلام علمي. حضرتك مهندس زراعي وانا مهندس زراعي. الدول الزراعيه لها معايير معينه. مصر ما تقعش او مش هنقول مش افضل دوله في معايير الدوله الزراعيه. انت عندك فقر مائي رهيب، عندك ظروف سيئه في انتشار بعض الامراض، عندك الثقافه الزراعيه عندك مش احسن حاجه، فانت ما عندكش الظروف المثاليه ان انت تكون دوله زراعيه. فعشان كده الزراعه فيها شويه تحديات في مصر، لكن لو انت قدرت تعرف التحديات دي الاول وتوجد لها حلول هتحقق نجاح ممتاز. بس هو احنا بنستغل يعني انا شايف ان السوق الزراعي المصري هو شغال اعلى من امكانياته. يعني انا امكانيات 10%، انا بدي 50%، بس لو توفر لي امكانيات اكتر هنلاقي حاجه تانية خالص. ده حقيقي. يعني العاملين في المجال الزراعي عاملين اكتر من اللي عليهم حبتين 3. هي الفكره كلها ان انا يعني كلفي يا جاريه اطبخ يا سيدي. أيوة. فانا على قد تكلفتي بدي. محتاجين يبقى في استثمار اكتر، محتاجين يبقى في راس مال اعلى عشان خاطر فعلا نتحط على الخريطه الزراعيه. احنا محطوطين على الخريطه الزراعيه بس مش احنا نستحق احسن من كده. مظبوط. هي مشكلتنا ان احنا نقلنا الثقافه الزراعيه بتاعتنا القديمه بتاعت الوادي الى الصحراء. هنا ده المشكله، ده التحدي. كان المفروض ننشئ فكر زراعي جديد للتعامل مع الظروف الجديده. ما ينفعش المزارع او الثقافه الزراعيه او الاسلوب الزراعي بتاعك اللي كنت بتزرع فيه في ارض الوادي، في ارض طميه بتروي ري بحاري كل الكلام ده، تاخده للصحراء. ما ينفعش، فقيره خالص بقى، ظروف مختلفه تماما. هنا كان في فرصه لتطوير بقى قطاع من الاستشاريين، يعني هنتكلم عنه ان شاء الله خلال الحلقه. الناس اللي كان لها دور في تعديل الثقافه والرؤيه والفكر الزراعي في مصر. يا جماعه احنا هنا الظروف مختلفه تماما عن ارض الوادي. الزراعه في الوادي مختلفه تماما، ما تنقلش اسلوبك الزراعي اللي كنت بتعمله في الارض السمراء للصحراء. كمان احنا تعاملنا مع الزراعات المساحات الكبيره الزراعيه باسلوب برضو خاطئ. المساحات الكبيره لا يصلح معها الا العمل بالمعدات. نقل العمال للاماكن البعيده، تكلفه اقامتهم والعمل اليدوي دايما بيعلي من تكاليف الزراعه. طبعا هتشوف دايما في اي مزرعه دايما اعلى التكاليف عندك الطاقه والايدي العامله. دول اكتر بندين بيبقوا اعلى تكاليف عندك في العمليه الزراعيه. فمن البدايه كان لازم يبقى في رؤيه للميكنه الزراعيه. هنخش الصحراء، هنزرع مساحات كبيره تحت الري المحوري او الرش او غيره. كان لازم نكون من البدايه مع الميكنه الزراعيه. كان في بدايات بيحاولوا ومؤخرا في محاصيل بقت خلاص ميكنه زراعيه 100%. 80% اللي يعني خلى البنجر ينجح هي الميكنه. اكيد طبعا. لو ما كانش في ميكنه مستحيل كنا هنزرع المساحات الكبيره دي من بنجر السكر. دي حقيقه. هكذا القمح. احنا مستحيل كنا هنحش القمح وندخله الدراسه في شرق العوينات. كنا هنقعد نحصد 70,000 فدان هتجمعوا ازاي؟ بس هتحصد في 7 شهور يعني تبدا تحصد قبل الموسم الجديد. بالظبط، قبل ما الموسم الجديد يبدا. فالميكنه الزراعيه هي يعني نقدر نقول ايه الحل السحري للتوسع الزراعي، تقليل التكاليف واداره الموارد. اداره الموارد في الري برضو احنا كان اداره الري في المساحات الكبيره ما كانتش بطريقه علميه. بدات الناس تعي اداره الري بالطريقه الصحيحه مع ارتفاع اسعار الطاقه. فبدا المزارع او صاحب المزرعه يعيد حساباته تاني. النهارده المتر مكعب من الميه بيتكلف عليها كام؟ فانا انا عايز اعرف الارض فعلا محتاجه ولا لا، الكميه دي كافيه ولا دي زياده. فبدا يحسب ارتفاع اسعار الاسمده، نفس الكلام بدات الناس تحسب. لكن في البدايات كان الموضوع شويه عشوائي. اهدر جزء من الموارد الطبيعيه اللي هي اوريدي عندنا محدوده في مصر.
طب انا المستثمر الاجنبي اللي بيجي عندي في مصر انا جذاب بالنسبه له في ايه؟ اول حاجه ان احنا عندنا العماله، وسواء بقى المهندسين والعمال والفنيين الى حد ما متوفرين، يمكن مش بالمستوى المطلوب للتعامل مع التكنولوجيا بتاعت المستثمر الاجنبي. يعني هو جاي ومعاه رؤيته الخاصه ومعاه طريقته في الزراعه، معاه التارجت ييلد او المحصول اللي هو المتوقع عايز يحصل عليه، عنده جوده معينه عايز يحصل عليها. ممكن ما بيلاقيش الناس المؤهله، بس هم مؤهلين في ذاتهم للتطوير. فدي ميزه موجوده عندنا كويسه جدا. المناخ في مصر جيد جدا للزراعات لانه مستقر مهما كان في تغيرات مناخيه اثرت على بلاد كتير، ولكن المناخ في مصر ما زال هو اكتر مناخ في المنطقه استقرارا. توافر مساحات كبيره من الاراضي الجاهزه للزراعه. احنا عندنا الحمد لله يعني مساحات عندناش اكتر من الاراضي الفاضيه. الاراضي الفاضيه اللي تصلح للزراعه، مش كل ارض فاضيه تصلح للزراعه. والله ارض مصر كلها تصلح للزراعه. يعني عندنا جنه اسمها شرق العوينات ما شاء الله، انقذت مصر في مرحله ما من تاريخ مصر ان هي تبقى سله القمح، وحاليا دلوقتي البطاطس والفول السوداني والكلام ده كله. فانت عندك موارد كانت جيده وتستقطب الناس. موقعك الاستراتيجي اللوجستي دي حاجه ممتازه. يعني في ناس كتير ممكن تلاقي فرص في دول تانية، بس لوجستيا الزراعه ونقل المحاصيل لبلادهم بتبقى اصعب. في مصر الموضوع كان سهل. في حته مهمه جدا عندنا في مصر، ممكن انا وانت مش حاسين بيها عشان احنا عايشين جوه مصر، بس الناس اللي بتيجي من بره بتحسها اكتر مننا. الامن والامان. هتقولي الامن والامان الزراعه، الامن والامان في اي بيزنس. استقرار الوضع الامني في مصر مهم جدا. في دول افريقيه عندها فرص زراعيه احسن مننا 100 مره. السودان على سبيل المثال، انا مش عايز اذكر يعني بس في دول عندها فرص زراعيه احسن مننا 100 مره، بس ما فيش مستثمر بيروح لها. ليه؟ لان هو مش ضامن ان البيزنس بتاعه هيكتمل اصلا ولا لا. صح. ولو طلع المحصول هيعرف يخرجه من البلد ولا لا. ومش ضامن الناس اللي موجوده هتبقى هي الناس الكفء اللي هتدير العمل الزراعي بتاعه ولا لا. فمصر وجود العامل الاساسي للنجاح اللي هو الانسان، وجود بعض الموارد الجيده الموجوده، الموقع اللوجستي، وفي الوقت نفسه الامن والامان والاستقرار اللي في البلد، يشجع اي مستثمر انه يجي مصر اكيد. طب بما ان حضرتك كنت شغال مع شركات اجنبيه في مصر، ايه المعوقات اللي كانت بتقابلهم بقى؟ يعني احنا قلنا ان احنا بيئه مؤهله للاستثمار، بس اكيد يعني في شويه مطبات كده عدينا بيهم هم اتضايقوا منها. اكيد نقولها عشان ان شاء الله يبقى لها حلول. يعني ممكن يكون بعض الاجراءات يعني او الروتين في تنفيذ بعض الاجراءات ممكن بيضايق بعض المستثمرين. المستثمر دايما بيبقى مستعجل، عايز يعد فلوس، عايز ورقه ويخلص بسرعه، اجراءات وتصاريح والكلام ده. يمكن مؤخرا كمان يعني انا واجهت احد المشكلات مع شركه أولام اللي هو كان بدايه رفع الدعم. بدايه رفع الدعم عن الطاقه في بيزنس زراعي، سواء الزراعه نفسها او تصنيع المنتج الزراعي او القيمه المضافه اللي انت بتحطها على المنتج الزراعي، مرتبطه ارتباط وثيق بالطاقه. شركه تجفيف، فالحراره هي البيزنس بتاعه طبعا عشان يشيل الميه من المحصول. مع رفع الطاقه، الدعم عن الطاقه التدريجي بيغير حساباتك تماما في جدول البيزنس. صح. وقتها لما بدأ يعني مؤخرا في ال5 سنين او ال7 سنين اللي فاتوا ده، كانت الدولة حاطة خطة لرفع الدعم، فخلاص انا عارف ان في خطة للدولة، فبعمل دراسة الجدوى بتاعتي على هذا الاساس. في السابق ما كانش فيه خطة، فكان المستثمر فرق العملة بيعوض له ده. اكيد يعني فرق العملة بعد كده في الانتاج بيعوض له ده كله. تمام، بس هو في الاخر هو عنده دراسة جدوى. فتغير اي معطى من معطيات الانتاج عنده بغير له النتيجة تماما. فبيعتبر في الاخر السي او او المانجر اللي ماسك البيزنس انت فشلت، الارقام بتاعتك مش زي ما انت حطيت في البلان. فرفع الدعم عن الطاقة كان احد الاسباب اللي قلقت بعض المستثمرين، ولكن انا شايف ان حتى لو هرفع الدعم ما دام في خطة واضحة بيقدر المستثمر يبني بناء على الخطة دي.
يمكن برضو فكره التدريب، الكادر الزراعي سواء خريج كليه الزراعه او خريج المدارس الفنيه الزراعيه او حتى العمال الزراعيين ما كانش على المستوى اللي برضو المستثمر مستنيه، وما كانش فيه مراكز متخصصه للتدريب، فبيضطر هو ينفست ده بنفسه، يصرف ده بره البادجت بتاعه. يعني انا جاي استثمر، هحط 1 زائد 1 هاخد 2. ظهر عندي ان انا لازم استثمر في البني ادمين عشان احسن الاداء بتاعهم. فبرضو ده ما كانش، دي تحدي من التحديات اللي بتواجه الاجانب اكيد، او الاستثمار الاجنبي في مصر. غير كده ما اظنش ان في ممكن تحديات، خصوصا ان النهارده الدوله بتدفع للاستثمار الزراعي، طبعا تشجع المستثمر، بتذلله العقبات. يعني انا شايف ان الوضع دلوقتي مختلف عن زمان. النهارده انت لو عندك مشكله بتلاقي لها حل. النهارده في جهات تقدر تلجأ لها وتوجد عندها الحل. فكان زمان ممكن الموضوع يطول شويه، الموضوع دلوقتي بقى افضل كتير. باشمهندس محمد، حضرتك مهندس زراعي بدأتها من تحت خالص يعني، وبدأنا الكارير بتاعنا بدري. ايوه. فاحنا عاصرنا المهندس الزراعي ما قبل السوشيال ميديا وما بعد السوشيال ميديا. صحيح. وما شاء الله عليك متألق على السوشيال ميديا. الله يخليك. يعني من المهندسين الزراعيين القليلين اللي عندنا في المجال اللي بيستغل السوشيال ميديا صح، عشان في ناس بتستغلها بطريقه مظبوط غير سليمه يعني. نتكلم في الاول ايه المفهوم، يعني مفهوم السوشيال ميديا قدر ازاي يغير من ثقافه المهندس الزراعي؟ تمام. انا دايما بشوف السوشيال ميديا ثوره زيها زي ثوره اختراع الانترنت وما قبله الكمبيوتر. الانترنت بدأ في العالم قصته المشهوره اللي هو ويب 1 ويب 2 ويب 3. ويب 1 كنا عباره عن ناس بتعمل ويب سايت، مكتبه، واحد بيكتب اللي هو عايز يقوله وعليك انك تقراه، لكن مفيش فرصه انك تتفاعل مع المحتوى ده او انك تقدم رايك فيه، او حتى مش بالسهوله ان انت حتى تحط المحتوى بتاعك. ده هيكلفك كتير جدا ويبقى صعب، وان حطيته هيبقى صعب انك تنشره. الناس هتعرف ازاي ان في المحتوى ده بتاع اسلام؟ صح. ظهر الويب 2 وهو فكره بقى ان انا اقدر اتفاعل مع المحتوى. هنا نقل الانترنت لمكان تاني خالص، سمح لكل الناس ان يبقى هي لها المحتوى وتنشره بسهوله. ثوره خطيره جدا، فيها مميزات وفيها العيوب، لكن انا دايما شايف ان مميزاتها غطت على عيوبها بكتير. نبدا على سبيل المثال، النهارده انا وانت ما كناش هنتقابل لولا السوشيال ميديا. مظبوط. انت عرفتني من خلال الفيسبوك، ممكن اليوتيوب، عندي حلقات على اليوتيوب، فانت تعرفني، انا كمان عرفتك من خلال البودكاست بتاعك. فمبدئيا السوشيال ميديا سمحت بفتح النتورك او دايره العلاقات للمهندس الزراعي. طبعا احد اهم عوامل قوه اي شخص بيعمل في اي بيزنس هي دايره علاقاته. فالسوشيال ميديا هي الاداه الممتازه لخلق دايره علاقات. ازاي تقدر تكبر النتورك بتاعه الناس اللي تقدر تتواصل معاهم في المجال بتاعك ويحصل تبادل خبرات. السوشيال ميديا خدمت المهندس الزراعي في تبادل المعلومات. يعني النهارده حضرتك مثلا على سبيل المثال عندك خبره في العنب وانا عندي خبره في البصل، اقدر انا اكتب خبراتي وانت تقدر تشوفها وحضرتك تقدر تكتب خبراتك. بل وان ممكن يكون في زميل ليك بيشتغل في نفس المجال يخش يعلق على خبراتك، شارك بمعلومه سواء جديدة. بيضيف عليها او بيعدل عندك شيء غلط. تمام. فالتفاعل ده زود من انتشار المعلومه الزراعيه. كان زمان المعلومه الزراعيه الوصول لها شبه صعب جدا من الكتاب. يعني هجيب كتاب واقعد اذاكر فيه. بالظبط. الكتب اللي كنا بنذاكرها كلها كتب قديمه. صح. يعني العلم اللي احنا درسناه في 2000 علم تقريبا مكتوب في الثمانينات. النهارده انا بعرف احدث الابحاث اللي بتحصل في اي دوله في العالم اون تايم، في نفس الوقت اللي بتحصل فيه انا بعرفها. فكان انتشار المعلومات وتبادلها على قبل السوشيال ميديا كان بطيء جدا. النهارده لا، تقدر توصل للمعلومه بسهوله. يمكن في جانب سلبي ان بقى في معلومات كتير متداوله غلط. على سبيل بقى على سبيل المثال، هات اي عرض وحط الصوره على الفيسبوك وقول يا جماعه العرض ده عرض ايه. شوف حجم الكومنتات اللي هتنزل لك، مش هتلاقي كومنت شبه التاني.
مفيش واحد مشخص العرض ده زي التاني. ممكن يكون في عيب في الصوره نفسها انها مش كامله مش موضحه العرض، بس في النهايه كله ابدى رايه. يعني ما حدش سال في ظواهر اخرى، لا هو كل واحد حط راي، فحطك في حيره اكبر. يعني انت الاول قبل السوشيال ميديا كنت في حيره ان انا مش لاقي المعلومه. النهارده بقت المعلومات كتير جدا بس انا مش عارف انهي فيهم الصح. فانتشرت المعلومات بس بقت في جزء كبير جدا من المعلومات المغلوطه اللي بتتداول وسط الناس. فبرضه ده كان يعني تحدي في السوشيال ميديا. السوشيال ميديا سمحت للمهندس انه يماركت نفسه. تبدا الشركات تشوف مين بيشتغل، مين بيقدم شغل، مين عنده حاجه، فانا اقدر يبقى عندي فرصه اني اشتغل في شركه واثنين وثلاثه، ويبقى عندي فرصه اقدم نفسي كاستشاري، اقدم خدمات للاخرين. فالسوشيال ميديا فادت في ده جدا. فادتنا كمان في الشائعات الزراعيه. يعني دايما في المجال الزراعي وفي السوق الزراعي بالذات في شائعات كتير بتظهر، ودي بتعمل اضطراب كبير في السوق، سواء في بيع المحاصيل، اسعار المحاصيل، مش عارف حصل ايه في الاسمده، الطاقه، الكل. فالشائعات دي لما تتداول بين الناس بتخش على السوشيال ميديا يحصل لها فلتره، فتبدا الناس تقول لا الكلام ده مش مظبوط، انا عندي الموضوع ده كذا وده. فتبدا الشائعات حدتها تقل. ممكن تكون السوشيال ميديا صانعه الاشاعه، لكن كمان تقدر تقتل الاشاعه بان الناس بتتفاعل مع الاشاعه وتبدا تقول الحقيقه. ايه تاني؟ والله انا يعني عمال افكر وحضرتك بتتكلم كده. طب شكل السوق كان ازاي قبل السوشيال ميديا؟ لا كان صعب. هقول لك تجربتي. يعني انا اشتغلت في المجال الزراعي من 2006. كان في الانترنت دخل، بس يعني كان حاجه يعني قليلين قوي. كانش فيه السوشيال ميديا. كان في موقع اسمه هاي فايف، وده كان حاجه يعني فور فن كده، مش موقع محترف يعني. فما كانش فيه سوشيال ميديا. كان تبادل المعلومات امر صعب. كنا بنستنى الاستشاري اللي يجي عشان يقول لك المعلومه الجديده. ما هو الاستشاري ده بيلف طول النهار، انت قاعد محبوس في المزرعه، انت مش عارف ما يحدث في العالم الخارجي. انت حدود رؤيتك وعلمك وخبرتك سور المزرعه. بعد كده ما اعرفش العالم بره فيه، ما اعرفش العالم بره فيه ايه، وحتى ما عندكش الوقت انك تروح لجارك حتى تشوف عنده ايه. فكنا بننتظر الاستشاري اللي هو الراجل اللي بيلف طول اليوم في المزارع المختلفة من مستويات عشان يجي يحكي لنا العالم ويقول لنا ايه الجديد ونكتب وراه ونبيض. يعني انا لغايه دلوقتي محتفظ بالكراسات اللي كنت ببيض فيها. كان بيجي لنا يعني في مزارع اشتغلت فيها، مزارع محترمه، كانوا بيجيبوا خبراء اجانب من جنوب افريقيا، من تشيلي، من كانوا يجوا بقى ايه، انت بتاخد خبره البلد اللي هو جاي منها والبلد الى جانب خبرته هو في التحرك داخل مصر. فانت بقى بحر علم. كنا نمسكه نعصره في اللقاء بتاعه عشان نطلع منه اكبر قدر من المعلومات، ونقعد نبيضها ونتداولها بيننا وبين بعضينا. يمكن انا افتكر كنت ساعات بصور التقارير بكاميرا الموبايل واقعد اعمل زوم وابيض بالليل المعلومات دي. وكان اللي عنده معلومه ده يعني كينج، برنس. المعلومه ساعتها كانت بصعوبه، كانت نادره. اللي عنده معلومه يعني ايه ده، انت تعرف التركيز بتاع الجبرين المفروض ترش كام؟ طب تعالى والنبي امسك لنا اشراف. بس هو عشان عنده معلومه واحده. النهارده المعلومات هي اسهل شيء ممكن تحصل عليه، صح. فقبل الانترنت والسوشيال ميديا لا الموضوع كان صعب جدا. بس كان في ميزه برضو، ان تداول المعلومات كان اوريدي متفلتر. يعني تقريبا كنا نقول 95% من المعلومات هي صحيحه. انا كانت مصادر موثوقه، انت بتاخدها اما من مصادر علميه او من خبراء حقيقيين، مش ناس طالعه على السوشيال ميديا وانس ان هو عمل اكاونت يقدر يقول اللي هو عايزه بدون مرجعيه علميه. لا، كان ناس خبراء محترمين. فكنا بناخد المعلومه القويه، وكان عندنا الحق ان احنا نسال ليه، فليه، لغايه ما توصل للاصل بتاع المعلومه فتعرف اساسها العلمي. لان في الاخر المهندس الزراعي كل اللي بيعمله ايه، انا باخد مجموعه علوم بحته وباخد علوم تطبيقيه وابحاث حديثه بحولها لتوصيات. فعشان احول ده لتوصيات، التوصيات دي بتبقى تطبيق في الارض. لازم ابقى فاهم العلم في الاساس. ما ينفعش اخد التوصيه بس واعتبرها علم في ذاته. الموضوع فرق كبير جدا ما بين التوصيه والعلم.
التوصيه خارجه من العلم، هي نتيجه لتحليلي لظروف الحقل او الظروف اللي انا فيها والمعلومه العلميه اللي عندي، فبقول والله بناء على العلم الفلاني او بناء على القاعده الفلانيه انا هحط التوصيه دي. لكن التوصيه في ذاتها هي مش علم مطلق او علم بحت. فدور المهندس الزراعي دلوقتي على السوشيال ميديا هو فلترة العلم، انه يقول هو ده الصح وهو ده غلط. يا جماعه امشوا ورا التوصيه دي، التوصيه دي تناسب فلان ولا تناسب فلان. هو ده النهارده دور المهندس. يعني في ده رأي، وانت افضل ماشي ورا لحد ما توصل ده صح ولا غلط، او ده يناسبك ولا ما يناسبكش. دي رفاهيه ما تنفعش في الزراعه. بمعنى النهارده التوصيه اللي انت بتقولها للمزارع، الراجل ده سالف فلوس ومتدين لتاجر المبيدات والاسمده طبعا عشان يزرع ارضه. الكلمه اللي انت هتطلع منك والتوصيه اللي انت هتقولها ويبدا ينفذها وتسبب للراجل ده خسائر، تعويضها ممكن يكون صعب. ممكن يكون الراجل ده يحصل له كارثه في اكل عيشه، او حد بيقرا معلومات من على النت وياخد الكلام ده ويطبقه بدون فهم، هيسبب له كارثه. لا، التوصيه يعني امانه، انت هتضر الناس في شغلها، ولازم الشخص اللي بيتلقى التوصيه ويبدا يطبقها لازم يكون متاكد مين اللي بيقولها لي. طب ازاي انا اتاكد؟ يعني اعرف منين؟ ما هو برضه انت حطيت المزارع في حيره. طب اخد المعلومه من مين؟ في دول كتير بيبقى عندها مراكز ارشاديه واستشاريه، سواء قطاع خاص او قطاع عام، بتقدم الخدمه دي. انا بروح مكان معتمد اقدر اخد منه المعلومه واقدر احاسبه على نتيجه المعلومه. ما عندناش ده بشكل كبير، موجود في تجارب يمكن هنتكلم عليها لكن مش بشكل كبير. فاصبح المزارع النهارده عرضه لسواء مهندس استشاري يسمع عنه ماسك حقول مثلا حواليه وناجح، فيقول طب هاتوا عندي، او يشوف حد على الفيسبوك او على اليوتيوب بيقول الكلام فيقول والله الكلام منطقي هاتوا، او حد مندوب من دعم الفني من شركه اسمده او مبيدات قال له معلومه فعجبته فيبدا يطبق. لا، المعلومه النهارده دي امانه تقيله جدا. يعني ان انا اقول لواحد توصيه ينفذها في محصوله مسؤوليه كبيره. بعد خبرة حضرتك بقى في مؤسسات مصرية وغير مصرية أجنبية، وأنا كراجل دلوقتي عايز معايا قرشين وعايز استثمرهم في الزراعة، هروح أخد حتة 20 30 40 50 فدان كمؤسسة زراعية صغيرة. أكيد المعلومة احنا اتكلمنا ان المعلومة ممكن تكلفني فلوس، ما بال حضرتك بقى في التأسيس بتاع مزرعة. ايه الأولويات ان انا كراجل مستثمر دلوقتي لازم اخلي بالي منها عشان خاطر ما اصرفش في الفاضي؟ جميل، سؤال جميل. مبدئيا لازم اكون انا عارف عايز ايه في الاول. في ناس فكره الاستثمار الزراعي بتخش لها من باب الشغف او الهوايه، انا عندي مزرعه او عندي العزبه بتاعتي. لو انت بتفكر بالطريقه دي ما تسميش نفسك مستثمر زراعي. انت هتستمتع فكره وجود الارض والمزرعه وبتاخد الولاد في الويك اند بتاعك والكلام ده، لا تنتظر منها انها تكون مؤسسه استثماريه يعني تحط فيها فلوس وتحقق لك ارباح. اما لو انت هتخش المجال الزراعي كمستثمر من البدايه لازم تكون انت عارف عايز تروح فين. يعني دايما اي بيزنس بيبدا ايه المنتج اللي انا هطلعه وهبيعه ازاي، ثم ارجع بالعكس واشوف المنتج ده ينتج ازاي، طب ايه الظروف المثاليه لانتاجه لغايه ما اوصل للعوامل الاساسيه لنجاح المنتج ده او محققها. فلو انا ببدا المزرعه وانا مش عارف انا عايز اوصل بيها لفين، اكيد المشروع ده نسبه كبيره منه هيفشل. انا النهارده مستثمر صغير، على سبيل المثال الناس مثلا اللي راحت اخدت في الفرافره، راح اخد 200 فدان، هتزرع ايه؟ ده سؤال انا سالته الناس، يعني قال مش عارف، زي ما الناس موجوده بتزرع هزرع زيهم. طب انت عارف الناس دي بتزرع ازاي؟ طب بتبيع ازاي؟ طب المشروع بتاعهم ده بيكسب ولا بيخسر؟ بناء على ايه انت اخدت القرار؟ هي دي الفكره. اي عمل استثماري لازم يبدا بالتخطيط ودراسه الجدوى قبل الارض وقبل البير والملوحه كام. ابص الاقي حد بيتكلم معايا في تفاصيل يقول لي هو كام بي ام علشان مش عارف بي ام ايه دلوقتي. انت الاول عايز تعمل ايه؟ ايه الارباح اللي انت متوقعها؟ معاك كام تستثمره؟ الكاش فلو بتاعك عامل ازاي؟
وبعدين يبقى اسال بقى على التفاصيل بتاع الملوحه كام تنفع لكام وليه. تفاصيل فنيه شغلت المستثمر عن فكره الاستثمار في ذاتها. الاستثمار يعني دراسه جدوى. مين اللي يعد لي دراسه الجدوى؟ شخص عنده سابقه خبرات، وانا افضل دايما تكون مؤسسه. النهارده في مصر احنا عندنا شركات بتقدم السيرفيس ده او الخدمه دي، انها تجهز لك دراسه الجدوى وتقول لك ايه الفرصه والفرصه البديله، ايه الفرق بين دي وايه الفرق بين دي، الريسك هنا قد ايه او المخاطره هنا قد ايه والمخاطره هنا قد ايه. وفي الاخر ممكن تاخد انت القرار بناء على الدراسه دي. الخطوه رقم 1 في الاستثمار الزراعي دراسه الجدوى، عشان تعرف انت قد المشروع ده ولا لا. لان الزراعه لو انت بدات فيها وحطيت رجلك، التراجع الخسائر ممكن تكون توتال لوس، تخسر طبعاً. كل الفلوس اللي انت راس حطيتها، المال كله، كل حاجه. كل حاجه انت حطيتها. فقبل ما تحط رجلك في الموضوع لازم تكون دارسه كويس. خلاص انا بقى عندي دراسه جدوى، عندي التركيب المحصولي اللي انا متوقعه، عارف هبيعه ازاي والمين، ابدا بقى ادور على الارض المناسبه للمشروع ده والميه المناسبه للمشروع ده. وانا بختار الحاجات دي لازم يكون معايا الاستشاري من داي 1. الاستشاري ما يجيش بعد ما ازرع وعندي مشكله، ايه ده احنا الزرع مصفر، طب شوف لنا حد يجي يبص عليه. تو ليت، انت خلاص اتاخرت، انت خسرت. الاستشاري معايا من قبل ما ازرع البذره، هو اللي يقول تتحط امتى وازاي وتتروى ازاي وبرنامج التسميد بتاعها ازاي، ويحط لي لها دراسه جدوى للمحصول. يعني غير دراسه جدوى للمشروع كله ككل، كبنيه تحتيه للمزرعه والاستصلاح والبير والطاقه وغيره، كل ده كل محصول جوه له دراسه جدوى كمان، دي اللي بيعدها الاستشاري بنفسه. بدات بالطريقه دي. معاك النهارده دراسه جدوى لمشروعك، معاك استشاري بيساعدك قبل الزراعه، نسبه نجاح المحصول بتاعك او المشروع بتاعك كبيره جدا. التسويق في الزراعه هو التحدي الاكبر، مش الزراعه نفسها. ناس كتير شايفه ان الريسك في الزراعه نفسها. طبعا التحديات في الزراعه كتير، مش عارف جالنا موجة حرارة، في عاصفة ترابية، في آفة جديدة ظهرت، كل التحديات دي وارد وتكون موجودة، بس بتأثر على البيزنس بنسبة قد ايه وبتحصل كل قد ايه. لكن ايه الكارثة اللي احنا بنواجهها كل سيزون مع كل محصول؟ هنبيع بكام النهاردة؟ هنبيع لمين النهاردة؟ المحصول ده قابل للتخزين ولا لا؟ طب قابل للتصدير ولا لا؟ طب قابل للتصنيع ولا لا؟ طب الناس المصنعين يستعدوا يستقبلوا الكميات دي ولا لا؟ طب لما اجي اصرف على المحصول ده المفروض اصرف كام؟ فين الليميت اللي اقول بس اقفل اي جنيه هحطه على المحصول ده بخساره؟ ايه الصنف المناسب؟ ايه الصنف اللي عايزه السوق؟ النهارده احنا قعدنا سنين نزرع اصناف السوق مش عايزها، بس والله هو ده اللي كنت زارعه انا من 10 سنين، فانا هفضل ازرعه. اصرار رهيب على تكرار الخطأ، اعتقادا مني ان لما هكرر اللي انا عملته قبل كده اللي هو جاب نتيجه خطأ هيجيب نتيجه مختلفه، لا هيجيب نفس النتيجه. الاستثمار الزراعي زيه زي اي استثمار تاني. قواعد الاستثمار يجب ان تطبق عليه من اول الدراسه والتخطيط، وجود الاستشاري، التنفيذ، الخطه التسويقيه، كده انت نجحت. غير كده الانشغال بالتفاصيل الاخرى حاجه كويسه، انك تبقى عندك كمستثمر معلومه الارض دي كويسه ولا لا، الميه دي الملوحه دي تناسب ايه، الكلام ده كله، كل الكلام ده. انك تجيب معلومه من على الفيسبوك ولا من على النت حد بيقولها يا جماعه زراعه النخيل النهارده ترند، هو ده اللي بيكسب، فانت تاخد قرار خلاص انا هزرع نخيل. اي بناء عليه ما يمكن تناسب مستثمر ولا تناسبك. ده استثمار عايز اسد، عايز فلوس كبيره تحطها في الاول، يمكن انت مش جاهز له. ده استثمار طويل الامد، يعني العائد بتاعه هيجي بعد وقت، يمكن انت ما تقدرش تنتظر الوقت ده، غيرك يقدر ينتظر. فما يناسبك لا يناسب الاخر. ادرس، شوف امكانياتك، عايز توصل لفين، تعمل ايه، مشروع ينجح. هي دي عوامل النجاح. طب انا كمستثمر ازاي اختار الاستشاري بتاعي؟ سؤال صعب. ما ده اللي انا هبني عليه. سؤال صعب. يعني ما حضرتك كل كلامك هترجع لاستشاري عشان يعمل دراسه جدوى للمشروع طبعا. واستشاري عشان يعمل دراسه جدوى للمحصول طبعا. طب ازاي اختاره؟ طيب انا عندي كذا طريقه ممكن اختار بيها الاستشاري، او عندي نقدر نقول خلينا الاول نقسم انواع الاستشاريين في مصر. انا عندي الاستشاري اللي جاي من باك جراوند علمي بحت، رجل استاذ فاضل تخرج من كليه الزراعه
او تخرج في كليه الزراعه بتقدير، عمل ماجستير، عمل دكتوراه، اتعين كاستاذ او باحث، رجل عنده من الحصيله العلميه الاكاديميه المحترمه، بيقدم نفسه احيانا في السوق كاستشاري، اما لنتيجه خبراته والاحتكاك بتجاربه وابحاثه او احتكاكه باشراف على بعض المزارع. ده نوع من الاستشاريين عندنا. عندنا النوع الثاني اللي هو اللي انا قلت لك عليه في الاول، الراجل الكفحتجي بقى، الكاب بتاعه مليان تراب والشوز بتاعه مليان تراب، وده جاي من المزارع بقاله مثلا 10 15 سنه بيلف في مزارع مختلفه وظروف مختلفه، وزرع المحصول ده 100 مره، مره في شرق العوينات، مره في بحري، مره في قبلي. ده استشاري. اعرفه منين؟ اعرفه من السي في بتاعه، يعني هيتداول فلان الفلاني ده بيزرع بطاطس في الشركه الفلانيه او بيشرف. زرعت فين يا باشمهندس قبل كده؟ والله هنا وهنا وهنا. الله، لقيت خبراته متنوعه، ممكن اسال عليه ناس من دايره علاقاته. تعرفوا فلان؟ زرع هنا. ممكن في المنطقه اللي انا رايح استثمر فيها نفسي الاقي استشاري بيشرف، فهو اوريدي ادرى بمشاكل المنطقه، فابدا استعين بيه واقول له اديني خبره. ده نوع تاني من الاستشاريين، اللي هو الاستشاري اللي جاي من باك جراوند انتاجي، راجل بتاع انتاج فاهم العمليات والتفاصيل. النوع الثالث من الاستشاريين الميكس، يعني حد عنده باك جراوند اكاديمي وعلمي وباحث واشتغل في الزراعه بايده بقى وده نوع قليل في مصر ولكن مثالي، انه بيجمع بين العلم والخبره، فيا ريت تحصل على ده. بس الوصول للاستشاري ده ممكن يكون صعب شويه، ويمكن يكون النوع ده من الاستشاريين مش بيقدم نفسه على السوشيال ميديا، انت مش شايفه، هو شغال على الارض وماسك مشاريع وعامل شغل كويس قوي، بس ممكن انا كمستثمر غريب عن المجال الزراعي داخل ما اقدرش اوصل للنوع ده. طيب النوع الرابع واللي انا شايفه النموذج المثالي للاستشارات الا وهي شركات الاستشارات. مش متحيز قوي للشركات بس هو ما فيش شركات استشارات في مصر؟ لا، في وشغالين كويس جدا. يعني ان انا كشركه تبقى كل شغلانتي استشارات بس، مش ان انا اوصف صنف، مش انا يعني انا مش مكتب علمي بتاع شركه اكس فانا لا بعمل في استشارات ودراسات جدوى واداره مزارع. بمعنى انا ممكن اخد مزرعتك من الباب على المفتاح زي ما بيقولوا كده واسلمها لك على المفتاح. انا اللي بعين الفريق الفني، انا اللي بدير المشروع، انا اللي بجيب مدخلات الانتاج، انا اللي بزرع، انا اللي بحصد، ونقعد اخر السنه نتحاسب. في شركات طبعا، في نموذج لو تسمح لي اقول يعني نموذج. انا ما اعرفش والله ان فعلا في حد ممكن يقدر يعمل ده كده. طبعا في نموذج ناجح وانا شايفه يعني موديل لو اي حد عايز يخش في مجال الشركات الاستشاريه اللي بتدير المشاريع زي شركه تمكين. المهندس تامر صميدو عنده نموذج ناجح جدا في زراعه بنجر السكر. يعني انا بعتبر شركه تمكين احد اسباب نجاح انتشار زراعه بنجر السكر في الشركات الكبيره، في اللي هي الشركات الاستثماريه، لان هو الراجل قدم الخدمه المتكامله. بيقدم النهارده المعلومه الفنيه اللي هو الاستشارات اللي احنا متعودين عليها، وبيقدم الاداره للمشروع، وبيقدم لك التيم اللي يشتغل عليها، وبيساعدك في التسويق. فانا النهارده كمستثمر انت راجل عمده بالظبط تدفع فلوس انا بس جاي هو ده المفروض دور المستثمر. ايوه المستثمر يحط فيجن، هو عنده رؤيه، اهلا وسهلا، نحترمها، ممكن نعدلها له. هو الراجل عنده فيجن وعنده فلوس عايز يدخلها في عمليه انتاجيه تطلع بارباح. هو ده دور المستثمر، مش ان انا اروح الارض وابقى لا ما يحدث داخل العمليه الانتاجيه دي مش دوره. عايز يشوفه، عايز يتابعه، عايز يتعلم، اهلا وسهلا، لكن لا تتدخل. دع المتخصص هو اللي يقوم بدوره. طب النهارده انا مش عارف اجيب اكس واي زد والنتيجه بتاعته هتبقى ايه. النهارده لما اجيب الشركه دي كيان مؤسسه، بيني وبينه فواتير، بيني وبينه تعاقد للاشراف والاستشاره، فاقدر احاسبه. تعالى هنا، ده غلط ليه، ده صح ليه، الانتاج كنا متفقين عليه كذا، مش عارف ايه، البادجت، البلان اللي انت حاططها او دراسه الجدوى اللي انت حاططها اتنفذ منها قد ايه ورجعت منها قد ايه، فتقدر تحاسب الكيان ده. انا زي ما قلت لك سافرت بره وشفت تجارب زراعيه. انا ما شفتش مزارع في الولايات المتحده الامريكيه، او خلينا نتكلم على كاليفورنيا الولايه اللي انا شفتها، يعني بيشتغل لوحده. كل المزارعين معاهم مكاتب استشاريه، المكتب بيحقق له كل شيء.
هو اللي بيقول له ايه مدخلات الانتاج، ويمكن هو اللي بيتفق له على شراها عشان يجيب له افضل سعر ممكن وبيجيب له الشركه اللي هتتعاقد تشتري المحصول، وبيبعت له الخبراء والاستشاريين. المزارع ما كل اللي عليه لو هو عنده معده هو اللي بيدورها، هو اللي بيشغلها، عنده عامل بيشغل الميه ويوقف الميه طبقا للتوصيات الاستشاريه فقط لا غير. انت راجل مستثمر تمتلك اصل اللي هي الارض، ومعاك شويه فلوس تصرف على المحصول. حلو، دورك كده، مالكش دعوه في البهدله بقى، سيب البهدله بقى للناس. سيب المجال الفني والانتاجي لاهله وناسه. بره ده موجود، من السهل جدا انك توصل لشركه واثنين وثلاثه وتلاقي عرض واثنين وثلاثه. في مصر ده قليل، في تجارب نجحت، في تجارب فشلت، لكن التجربه اللي نجحت انا شايفها ان هي عامله موديل كويس او نموذج كويس جدا. اتمنى اني اشوف 100 شركه بالشكل، لان السوق الزراعي كبير جدا ويستوعب عدد كبير جدا من الشركات الاستشاريه، وعلينا ان احنا نوعي المستثمر انه ما يجريش ورا اي حد بيقول له معلومه جميله او كلام منطقي اصله اقنعني بالكلام. البيزنس مش باقتناعك الشخصي، مش بالقناعات، بالنتائج والارقام. فالراجل اللي عنده نتائج وارقام سابقه وعنده الادوات اللي يحقق بيها اللي بيقول لك عليه، هو ده اللي انا اثق فيه واسلمه المشروع بتاعي. طب هل احنا يعني مصر من زمان عاشت فتره تفتيت الرقعه الزراعيه، اما احنا مؤخرا لا بدانا ان بقى الحمد لله في رقعه زراعيه تستاهل، يعني الاستثمار الجديد خلاص اي اقل حاجه 200 فدان 1000 فدان بحيث تبقى حاجه مؤسسيه. ده هيودينا لفين؟ هو مبدئيا التفتيت، الزراعه الاستصلاح الصحراء ما عالجتش التفتيت، مظبوط، ليس علاج. لا بس احنا كنا بنتكلم على مصر معظمها زمان كانت رقعة مفتتة. أيوة. مؤخرا مع الاستثمار في الطرق الصحراوية او الاستثمار الصحراوي خلاص ما بقاش في حاجة اسمها ان انا عندي فدانين في طريق صحراوي. لا طبعا فبدأنا ان انا لا ان انا فعلا اقدر انشئ مؤسسة تبقى مؤسسة زراعية. ده هيقدر يودينا لفين؟ يعني هيودي السوق بقى لفين؟ هيوديك لفين؟ يعني فكرة بقى ان خلاص ان انا الفلاح اللي قاعد مع نفسي في انا وعيالي في فدان و2 فدان شغالين بايدينا، خلاص ده بقى لي المنطقة بتاعته الدلتا بقى خلاص، ودي اتقفلت خلاص. مظبوط. بدأنا ان انا رايح صحراء، رايح مساحة كبيرة، فلازم يبقى عندي علم إدارة. صحيح. انا مش هشتغل بايديا. لو انا اشتغلت بايديا يعني احنا اتكلمنا عن المستثمر خلاص اللي هو مش هيشتغل بايديه اللي هو معاه فلوس اكيد. اما انا كراجل مزارع خلاص بعت الفدانين اللي عندي في الدلتا ورحت بيهم 50 فدان هناك. حلو الكلام. مش عايز اتورط، وفي نفس الوقت مش عايز اروح بنفس الثقافه. مش هتبقى كويس، مش هتبقى صح. مظبوط. ده المفروض يعمل ايه؟ يعني احنا اتكلمنا خلاص ان هو يبدا يشوف بقى النتيجه بتاعته على النتيجته بقى هتاثر عليا ازاي. رقم واحد، وده اهم شيء احنا بنسعى ليه في المجال الزراعي، انه هيزود من فرص التصدير. تمام. الانتاج في المساحات الكبيره اكثر تنظيما واعلى جوده وكميات كبيره تناسب التعاقدات والتوريدات المطلوبه، فبيحقق لك فرصه ان انت تفتح اسواق تصديريه وتقدم منتج جيد، خصوصا ان انت لما بتروح تستصلح ارض جديده بيبقى فيها فرصه ان الامراض فيها اقل، فبتطلع منتج قابل للتصدير. بيبقى مثلا الارض لسه بيور او الميه ما فيهاش ملوثات زي المبيدات اللي موجوده النهارده في الميه بتاعت النيل، فبتطلع منتج قابل للتصدير، فيفتح لك فرص تصديريه وفرص للعمله الصعبه في البلد مهمه جدا. نمره 2، اداره الموارد الزراعيه. انا شايف دايما ان تفتيت الحيازه بتعمل اهدار في الموارد الزراعيه، زي الميه، زي البذور، زي المبيدات، عشوائيه استخدام الاسمده والمبيدات في تفتت الرقعه الزراعيه، وتلوث المياه من الاسمده والمبيدات اللي بتتحط اكتر من احتياج المحصول، نقل الامراض ونقل الامراض والكلام ده كله. كل ده في الزراعات الكبيره او الزراعات المنظمه، نقدر نقول الزراعات المنظمه اللي بحيازات كبيره، كل المشاكل دي تقريبا هتنتهي معاك جدا، وتحافظ على الموارد الزراعيه اكتر. كمان تكلفه الوحده الانتاجيه، بمعنى ان انا النهارده كل ما المساحه زادت اللي انا بادرها تكلفه الفدان جوه تقل، وكل ما قلت تكلفه الفدان تزيد، لان في امور انت اساسيه بتحطها
تكلفه بتحطها اساسيه للمزرعه بتاعتك. قسمتها على 10 فدان او قسمتها على 100 فدان، فكل ما تقسم على عدد وحدات انتاجيه اكتر كل ما التكلفه بتاعتك بتقل. طب حضرتك بقى من بدايه الناس اللي خدوا اتجاه السوشيال ميديا يعني ومستمرين فيه، الحمد لله. رد فعل يعني ايه مساوئها، ايه مميزاتها بالنسبه ليك كمحمد بقى خميس نزت نفسه؟ هل في ردود افعال ناس لقيتها مش كويسه فبقى غصب عنك لازم تستحمل النقد؟ ازاي بقى تجربه السوشيال ميديا لاي حد حابب يخشها بقى ويتعمق فيها؟ يعني ليها فوائد على محمد خميس ذات نفسه بقى، ماديه اجتماعيه علميه، ازاي التجربه دي نقدر نقيمها؟ طبعا لها مساوئ زي ما قلنا في الاول، لها مساوئ ومميزات. لا احنا اتكلمنا عن مساوئ ومميزات كجنرال كعاما. انا دلوقتي بقى بتكلم كشخصيا بقى. احيانا ممكن رايك على السوشيال ميديا يسبب لك هجوم من بعض الناس المخالفين ليك في الراي. احنا برضو ثقافه احترام الراي لسه عندنا، مش عايز اعمم لكن لا احنا مش بنخصص الكلام لحد يعني. احنا بنتكلم عن تجربه شخصيه انت تعرضت لها. ثقافه احترام الراي الاخر ومناقشته باسلوب علمي مش موجوده قوي عندنا او قليله. فده بيواجه ان انت ممكن تتعرض لاهانه، حد يقول لك كلمه تجرحك او حد يشكك في الكلام بتاعك بدون حتى ما يبدي الاسباب او يكون عنده الراي او الرد المنطقي عليك، وفكره التشكيك من اجل التشكيك. فده شويه ممكن يكون بيضايق بعض الناس. انا بالنسبه لي مش بيضايقني جدا او بحاول اني اتجاهل ده. اما بيكون في راي اللي هو المعارضه من اجل المعارضه ما بتجاهله، لكن لو حد عنده راي ممكن يصحح لي معلومه ده يا ريت، ده يخدمني. يعني لما حد يرد عليا يقول لي لا انت غلط في الحته دي والمفروض تكون كده، المفروض اشكره، لان هو صحح لي معلومه انا هستفيد بالمعلومه دي اني اصحح شغلي بعد كده. ف دي احد مساوئ السوشيال ميديا، بتسمح لاي حد انه ممكن يتعرض لك. السوشيال ميديا خسرتك حد؟ تمام. مش يعني احنا معلش هو الموضوع ابسط من كده بكتير، ما تستاهلش يعني. لا مش خساره بمعنى ان عداوه، لا معنى ان احنا تباعدنا شويه. يعني انا لقيت ان الطريق اللي انت ماشي فيه مش طريقي، فاحنا هنعترض دايما بعض طول الوقت او نبتعد عن بعض وليسلك كل منا طريقه. فهو ده اللي ممكن، لكن ما خلقتش عداوه مع حد بسبب السوشيال ميديا، لا خالص. ولكن وارد انك تبعد عن بعض الناس او الناس اخرين يبعدوا عنك لاختلاف وجهات النظر وعدم الوصول لمرحله الصدام. يمكن السوشيال ميديا كمان بتضيع مجهود الناس. يعني احيانا كنت بعمل مجهود كبير عشان احول معلومه علميه لتوصيه، ممكن اقعد يوم كامل افكر اكتبها ازاي او اقولها ازاي بطريقه ملخصه مضغوطه تناسب الناس وتفهمهم وتنشرها. ده مجهودك وده حقك، انت مش نقله من كتاب، ده عصاره خبرتك زي ما بيقولوا. فيجي حد تاني يقوم كوبي بيست عنده في صفحته وينسب هذا العمل وهذه المعلومه لنفسه. دي شويه اكيد بتزعل اي حد، يعني دي بتزعل حد. انت عملت مجهود وفي حد تاني بينسبه لنفسه، ممكن هو يكون اكتر منك جودة في تسويق نفسه او عنده فولورز اكتر، فيقولوا يا شوف المعلومة العظيمة، نظرية علمية جديدة، وهو واخدها من حد تاني ومجهود حد تاني، ولو سألته في تفاصيلها ممكن مش هيقدر يجاوبك. فدي من الحاجات اللي ممكن تضايق شوية في السوشيال ميديا. طب فادتك بايه بقى؟ اول حاجه ان عرفت ناس كتير بيا. يعني بدات الناس، انا النهارده يعني الصفحه الشخصيه عليها اكتر 5000 صديق خلاص قفلت، ما عندي صفحه خاصه عليها النهارده اكتر من 7000 متابع، عندي قناه على اليوتيوب، عندي على التيك توك. ناس كتير عرفتني، يمكن ما تقابلناش في الواقع لكن عرفت مين محمد، بيفكر ازاي، بيقول ايه آراءه، سواء آرائي في الاستثمار الزراعي أو الأمور الفنية الزراعية. فهي قدمتني لناس وفتحت لي دائرة علاقات مع ناس كتير محترمة وجميلة، كنت أتمنى أن أنا أتعرف بيها. يعني
فادتني كمان في ان انا بتابع كل جديد. يعني انا النهارده لما بحب اعرف الترند بخش على السوشيال ميديا. والسوشيال ميديا هنا انا مش عايز اقتصرها على الفيسبوك، لان الفيسبوك انا شايفه ان هو شويه شبه السوق الشعبي. لكن في حته كده في السوشيال ميديا اللي هو المول، الحته الاليت اللي هو اللينكد ان. اللينكد ان موقع احترافي اكتر للناس اللي بتشتغل في المجال، تقدر تتواصل مع ناس من دول مختلفه، تقدر تتابع الجديد عندهم وتتبادل الخبرات معاهم. فلا الصراحه افادني كتير جدا. لا لينكد ان ده يعني ده المهدور حقه في مصر. أيوة بالظبط. يعني ده موسوعه يعني. اتمنى واي حد عايز بيزنس صح وهو موجود على لينكد ان. صحيح. اتمنى ان الزراعيين تبدا تعي اهميه الموقع ده كسوشيال ميديا محترف واحترافي، تخش تقدم نفسك فيه بشكل احترافي، تقدم معلومه، تقدم خبراتك. هو مختلف تماما عن ما يحدث في الفيسبوك يعني. طب حضرتك بتاخد دلوقتي تجربه في السعوديه؟ مظبوط. تمام. هم بيستغلوا السوشيال ميديا زينا ولا لا؟ جدا. احسن مننا كمان. كتير. كتير. السوشيال ميديا في السعوديه مؤثره جدا في المجال الزراعي. هما طبعا السناب شات رقم 1. النهارده ممكن حد يعمل سناب يغير قرار مجموعه من المزارعين. هو شخص ثقه هم عندهم هناك المزارعين بيستخدموا السناب شات. طبعا كل الناس. كل الناس على فكره. احنا النهارده انا ما يتهيأليش ان في مزارع في مصر ما معهوش سمارت فون. هنقول 90% مثلا. 100% بقى ابنك عنده سمارت فون، ابنك بيخش على الفيسبوك. يعني كإدارة السمارت فون موجود النهارده في كل بيت. مظبوط. فكل الناس بتستخدم السوشيال ميديا بشكل او باخر، فما فيش حد في مصر النهارده ما بيستخدمهاش. لكن في السعوديه الصراحه الموضوع شويه مهم بالنسبه لهم كوسيله للتواصل ونقل الخبرات، الاراء. بيكشفوا لو في شيء سيء، في شيء غش، في شيء مش مظبوط، بيكشف بسرعه جدا. فلا فادت كتير. اسعار السوق اللي هو الحراج، تقدر تعرف اول باول دايما الحراج في المنطقه دي النهارده بكام والنهارده بكام. لا في حصيله من المعلومات والخبرات الحقيقيه اللي بيتم تداولها على السوشيال ميديا في المملكه. هل ممكن يعني في العصر اللي احنا فيه دلوقتي يبقى في مهندس زراعي ما بيستخدمش السوشيال ميديا او ما عندوش اي سوشيال ميديا اصلا؟ صعب. هيبقى زيه زي المهندس اللي قلنا عليه، قاعد في المزرعه، حدود رؤيته وعلمه وخبراته وهو سور المزرعه فقط. هو كده رجع للعصر الحجري اللي يجب ان يستخدم السوشيال ميديا مهما شاف فيها من مساوئ، ولكن هي لها برضو مميزات. اي شيء في الدنيا له شيء سلبي وشيء ايجابي. الشاطر هو اللي يقدر ياخد الجزء الايجابي الاكتر من الشيء. بعد رحله 18-19 سنه بقى عمل في المجال الزراعي، راضي عن التاريخ بتاعك اللي انت عملته ولا حاسس ان انت كنت ممكن تعمل حاجه احسن من كده؟ الحمد لله راضي، لكن طبعا شايف ان لسه عندي شغف كبير. يعني مش عجوز انا. لا ما قلناش كده. ايه الطموح الجاي طيب؟ انا شايف ان عندي طموح في مجال الاي اي المتعلق بالزراعه. النهارده الاي اي دخل في مجالات استثماريه كتير، وبدا يبقى له دور فعال حقيقي، بيوفر مجهود ووقت، وبيزود من كفاءه القرار وصناعه القرار افضل. لسه ما بقاش له دور حقيقي في المجال الزراعي. هتكلم عن مستوى مصر دلوقتي. فانا شايف اطمح ان يكون عندي مشروع او شارك في ثوره في ادخال الاي اي في العمل الزراعي، سواء من الناحيه الفنيه والعلميه، ازاي تقدر تعد بالاي اي البرامج الفنيه، التوصيات العلميه للاستخدام المحصول، التحديات الممكنه يتوقعها لي ويقول لي خلي بالك ممكن يحصل عندك كذا وممكن كذا. هو عنده حصيله رهيبه من المعلومات، وعنده قدره على تحليلها. يعني هو بيديني المعلومه تقريبا جاهزه. فدي فرصه كويسه ان انا استخدم الاي اي في القرار الزراعي الفني، الى جانب الجزء التسويقي والاداري. قدرته على انه يشوف الاسواق ويساعدك في اتخاذ القرار، ازرع ده ولا لا. اكبر سؤال دايما بيسالوه لي اي مزارع، ازرع ولا ما ازرعش؟ هتكسب ولا هتخسر؟ سؤال صعب. انت دايما ده عايزه واحد منجم. صح. طب ليه الموضوع صعب عندنا؟ ليه في دول تانية الموضوع اسهل شويه؟
تحدي العرض والطلب موجود في كل دول العالم، لكن في دول تانية بالموضوع اسهل شويه لتوافر البيانات. في بيانات دقيقه دايما عن الاحتياج. احنا المفروض نصدر السنه دي قد ايه، السوق المحلي بيستهلك قد ايه، بنصنع من المحصول ده قد ايه، اذا المفروض يكون في المساحه المزروعه السنه دي كذا. وبعدين تبدا كل مديريه تقول والله انا الزمام بتاعي هيزرع كذا، والزمام بتاعي هيزرع كذا، والزمام بتاعي هيزرع كذا، فيحصل تنسيق حتى يبقى هامش الخطأ اقل ما يمكن. لكن النهارده عدم وجود بيانات دقيقه، فبقى في عشوائيه في اتخاذ القرار. ما عندكش في مصر تنظيم محصولي اصلا عشان تعرف تطلع عليه بيانات يعني. بالظبط. فانا شايف ان الاي اي ممكن يكون عنده الفرصه ده، يقوم بالدور ده. اداره البيانات الكبيره دي فرصه كبيره ان الاي اي يساعد فيها القرار الزراعي. هيقدر يحل لنا مشاكلنا فعلا؟ بص، حل المشاكل في ايد الانسان مش في ايد الاله ولا التكنولوجي. هو في الاخر اراده. انت عايز الاول، ثم تستخدم الاداه. انت بتستخدم بقى السوشيال ميديا، بتستخدم الاي اي، وات ايفر انت بتستخدم ايه، بس هي في الاول انت عندك اراده للتغيير ولا لا، عندك اراده ان انت تكون افضل ولا لا، عندك طموح ان انت تغزو اسواق عالميه، عندك طموح ان انتاجك يبقى افضل او يبقى اكتر. لو ده موجود عندك وفي دافع جواك بيخليك ده، هتستخدم كل الادوات المتاحه حواليك عشان تحقق ده. اصل الاي اي احنا بنتكلم في طفره، يعني طفره ان شاء الله هتحصل في كل المجالات مش مجال الزراعه بس، وان شاء الله نقدر نستغله استخدام صحيح. ده المهم يعني عندنا. بص، ايا كان الاستخدام صحيح. الانترنت اول ما دخل مصر كان برضو استخداماته مش كلها صح. أكيد. كان في استخدام خاطئ للانترنت. لكن بعد فتره الناس تبدا تعي. لازم الانسان يعيش تجربته، لازم يغلط ويتعلم من اخطائه ويرجع يصحح نفسه. احنا بنكبر كده من واحنا اطفال لغايه ما نكبر بنخطأ. لو اهلنا علمونا كل شيء صح بس وانت ما كانش عندك تجربتك الشخصيه، هتفشل في حياتك. لازم يكون عندك تجربه شخصيه بتمارس فيها الخطأ والصح وتتعلم لغايه ما تكون شخصيتك وخبرتك. هكذا الانسان المعاصر لازم يستخدم الادوات اللي حواليه، ايا كان هو شايف فيها مخاطر او شايف فيها سلبيات، عليه انه يجرب. لعل وعسى هو يكتشف شيء ايجابي. وكم من ناس شافت في امور سلبيه اشياء ايجابيه، وفي ناس حولت اشياء ايجابيه لاشياء سلبيه. طبعا. طب انا كطالب كليه زراعه في سنه رابعه وخلاص هتخرج كلها كام شهر وداخل على السوق بتاعي، انت يعني تجربه باشمهندس محمد خميس ان طلعت دخلت مزرعه وكنت بدور على المعلومه وبجري وراها، خلاص احنا بقينا في عصر توافر المعلومات يعني. مظبوط. نصايحك بقى لخريج كليه زراعه داخل بصدره بقى على المجال الحلو ده؟ مبدئيا خريج الزراعه شخص محظوظ، لانه داخل مجال عمل مفتوح في استثمارات كتيره. يعني لما واحد يقول لي انا خريج زراعه ومش لاقي شغل، انا بستغرب. لان بجد المؤسسات الزراعيه سواء المزارع، المصانع، الانتاج الحيواني، غيره كل ده، الناس بتدور بجد على الايدي العامله المهره. فالسوق محتاج اصلا ناس. فانك مش لاقي شغل يبقى المشكله عندك مش عند سوق العمل. في الاول كده خلينا نقول، انت النهارده لما هتنزل سوق العمل وهتاخد راتب، انت بتاخد مرتب او بتقبض فلوس مقابل ايه؟ مقابل 4 حاجات اساسيه. اول حاجه وقتك، عمرك. انت بتبيع عمرك للناس، وده ثابته في كل مراحل الحياه. فانت بتخصص جزء من وقتك للعمل، وده جزء انت بتبيعه من عمرك للشغل بتاعك. نمرة 2 المجهود البدني. رقم 3 المهارات بتاعتك. رقم 4 الخبرات. النسبة ما بين ال4 حاجات دول اللي انت بتقدمهم هي اللي بتحدد انت مكانك فين في الكارير بتاع العمل والمفروض تقبض كام. في احد الانترفيوهات يعني وانا بقدم في شركة، فصاحب الشركة سألني يعني ايه المرتب المتوقع له. قلت له متوقع مرتب كبير. قال لي كام يعني؟ عايز ممكن اديك 1,000,000 جنيه؟ قلت له ممكن. قال لي 1,000,000 جنيه في الشهر؟ قلت له عادي. قال لي ازاي؟ قلت له هكسبك 1,000,000,000 جنيه في الشهر، بس هاخد 1,000,000 جنيه. فلازم الناس تعرف كده ان اي مؤسسة استثمارية، قطاع خاص،
الناس دايما شايفاه انه بيمص دم الناس وبيدي مرتبات قليله. لا لا، انت هتدي ايه للمؤسسه دي؟ هي بتديك مقابله. كن على يقين. ولو هي حست القيمه اللي انت بتقدمها لها عاليه وحاولت تضحك عليك، عارفه انك هتنط المكان تاني تديله، فهتلحقك وتمسك فيك وتقول لك لا خد الاوفر ده وخليك كمل معايا وكده. كل ما كان المجهود البدني اللي انت بتقدمه اعلى، قيمتك اقل. زي بالظبط كده عامل البناء، البنا، تلاقي الراجل اللي بيشيل الطوب والرمله ويطلع بيعمل مجهود بدني شديد جدا، بيتعب جدا، ده اقل واحد بيقبض. تلاقي اعلى منه شويه الشخص اللي عنده المهارات، يبقى هيعمل مجهود بدني وهيعمل ومعاه مهاره، اللي هو البنا اللي بيرص الطوب ويحط الاسمنت، اللي بيقبض ضعف تقريبا الراجل اللي بيشيل الطوب، رغم ان يمكن مجهوده البدني نص مجهود الراجل اللي بيشيل او اقل. طب ليه؟ لان دايما المجهود البدني اللي انت بتقدمه للمؤسسه هو اقل شيء يدفع فيه فلوس. النهارده الاله تقوم بالدور ده. انا مش محتاج حد يعزق الارض، مش محتاج حد ينزل يرش الارض، كل ده بتقوم بيه الات. انا محتاج مهاره، رقم واحد لازم يكون عندك مهاره. فلازم المهندس الزراعي لما يجي يتخرج يقيس ايه مهاراته، ايه السوفت سكيلز والتكنيكال سكيلز اللي عندي. ايه السوفت سكيلز؟ عنده قدره على التواصل، التخطيط، البرزنتيشن، يقدم نفسه، يقدم الشغل بتاعه. دي مهارات كده، هي باكج اسمه سوفت سكيلز، ممكن يروح يدرس الكورس ده في اي مكان. دي اول مهاره لازم تنميها. في مهارات تانية مثلا بيعرف يسوق ولا لا. يعني ما انت ممكن تشتغل في مزرعه، في عربيه في المزرعه، في جرار، تشتغل مندوب، فانت محتاج تتحرك بالعربيه. معاك ده ولا لا؟ معاك لغه؟ هتقول لي هو انا هتعامل مع اجانب؟ ما انا بتعامل مع مصريين. ايوه، بس انت بتتعامل مع علم ومدخلات انتاج في جزء كبير منها المعلومات اصلا بالانجليزي. فلو انت مش عارف المصطلحات، انا مش هقول لك، انا مش عايزك مترجم، بس على الاقل المصطلحات الاساسيه العلميه تكون انت مدرك وملم بيها باللغه الانجليزيه. تمام؟ عندك قدره على استخدام مهارات الكمبيوتر، تقدر تعمل اكسل شيت تحط فيه خطه المزرعه او خطه زراعيه بتاعتك، خطه التسميد تمشي ازاي، وتجمع وحداتك السماديه والكلام ده. مهارات اساسيه. انت اتخرجت من الكليه، اجري على طول خد المهارات دي. كورس مهارات سوفت سكيلز. خلصت، تبدا التكنيكال سكيلز. التكنيكال سكيلز انت تكتسبها خلال فتره العمل. انا بدات اشتغل في المزرعه، فلقيت مثلا مكان عامل كورس ري وتسميد، اروح اخده، دي مهاره فنيه. حد تاني عامل كورس للاداره، اروح اخد كورس في الاداره. يعني انا معايا PMP وحاليا بدرس الMBA. تمام؟ دي كورسات اداره بتزود من مهاراتي الاداريه، فابدا اطور من مهاراتي العلميه خلال العمل. زي ما سوق العمل او مجال العمل اللي انا اخترته وماشي فيه، ابدا اطور مهاراتي الفنيه فيه. طورت مهاراتك وبقى عندك حصيله كويسه من المهارات، مرتبك بدا ايه يعني واحده بقيت زي البنا. تعالى بقى شوف المهندس اللي بيرسم المبنى على ورقه، ده قاعد على كرسي بياخد كام؟ بياخد قد البنا ده 100 ضعف، وقاعد على الكرسي تقريبا ما بيقومش بمجهود بدني يذكر، مجهود ذهني وخبره وعلم عنده. رسم المبنى اللي البنا هيبنيه، اللي عامل الطوب شال الطوب بتاعه. هنا انت وصلت لمرحله الخبير الزراعي. خلاص انت النهارده مش مطلوب منك ان تقوم بالمجهود. حضرتك النهارده لو دخلت اي مزرعه هتلاقي في مهندسين زراعيين واقفين في الارض ورا العمال او ورا الجرار. هو بيقدم ايه للمزرعه؟ يعني هو يقول لك المرتبات قليله عندكم. ايوه، حضرتك بتقدم ايه للمشروع؟ انت يعني سوري في الكلمه، يعني انت واقف بتخوف العمال بس عشان يشتغلوا، بس انت فعليا مش بتقدم قيمه حقيقيه هنا. العامل تقريبا عارف هو بيعمل ايه، او السواق بتاع الجرار انت بس بتوجهه، لا اعمل كده، انت هتريح، لا اشتغل، مش عارف ايه. انت بتقدم لي مجهود بدني. انت زيك زي عامل اللي بيشيل الطوب والرمله بالظبط بالنسبه لي في المؤسسه. لكن تعالى كده المهندس قال له انا هعمل لك خطه المزرعه كلها على شيت اكسل، وعامل لك المصاريف بتاعتها، او مش هقول لك الحسابات، لا انا بقول لك مصاريف الزرعه، وهتطلع كم محصول، لو جبنا كذا نعمل ايه، طب نزرع كم نبات في المتر علشان نقدر نحصل اداره محصول بس يعني بالظبط. ايه ده انت عندك مهاره. لا تعالى اقعد مكتب فني. طب تعالى الراجل ده بيعرف يدير ويكون فريق ويجتمع بالفريق ويحط خطط ويوزع الادوار. لا تعالى انت راجل مدير مزرعه.
طب الراجل ده بقى عنده خبره في المحصول جامده جدا وعارف ايه التحديات والمشكلات وبرامج التسميد والمكافحه وايه. لا تعالى ده انت استشاري. فكل ما انت زودت من الحاجات اللي انت بتبيعها للناس تتوقع منهم ان هم هيدوك راتب ومنصب مقابل أعلى. افضل. يبقى زي ما قلنا عمرك، وقتك، انت بتقدم وقتك، مجهودك البدني، مهاراتك، خبراتك. كل ما كان المجهود البدني اعلى الدخل بتاعك اقل والمنصب بتاعك اقل. كل ما خبراتك اللي انت بتقدمها اعلى دخلك بيزيد ومنصبك بيزيد. فما تستعجلش. اتخرجت من كلية الزراعة لازم الاول تعرف انت عايز تروح فين. انا بتاع مين؟ انا راجل بتاع انتاج حيواني، انا انتاج نباتي، انا بشتغل في المصانع، انا مهندس جودة. اختار كارير امشي عليه. ممكن يطلع بعد فترة غلط، عادي اعمل شيفت كارير ورجع من الاول، بس هترجع من الصفر. اخترت الطريق، اعرف المكان اللي هتتعلم فيه. روح، ما تبصش على المرتب. والله لو الزمن يرجع بيا الاماكن اللي انا بدأت فيها اشتغل واتعلم لو كانوا طلبوا مني فلوس لا ادفع لهم فلوس. باخد كورس عملي يصنع منك مهندس زراعي شاطر. فما تستعجلش على الراتب. لو بتاخد مواصلاتك تمام استحمل، هي سنة او دورة زراعية، بس كمل الموضوع من اوله لاخره. ما تستعجلش بس خلاص لا انا فهمت اللعبة. لا ما تستعجلش. خد الموضوع من A to Z، تابع التفاصيل، جمع اكبر قدر من الداتا. دايما الشيطان يكمن في التفاصيل. شوف تفاصيل الموضوع بيمشي ازاي، ما تاخدش خطوط العريضة من فوق. خلي عندك اكبر حصيلة في السنة دي بتاعت التعب تجمعها. شوف لما تتنقل من المكان ده لمكان تاني شوف قيمتك هتبقى قد ايه. هتلاقيها بقت الضعف 3 أضعاف. اقعد 5 سنين 6 سنين في المكان. انا دايما من مدرسة ما بحبش اقعد في شركة اكتر من 5 سنوات. دي مدرستي. في ناس ضدي يقول لك لا انت بتتنطط كتير، انت غير مستقر. يعني ايه؟ ما فيش حاجة اسمها استقرار. البيزنس ما فيهوش استقرار. البيزنس نفسه ممكن يكون غير مستقر، ممكن الشركة تقفل بكرة. فما فيش حاجة اسمها استقرار في البيزنس. في حاجة اسمها انا بديك ايه وانت بتديني ايه. هي تبادل منفعة بيني وبين المؤسسة اللي انا بشتغل فيها. فطول ما في تبادل، طول ما انا عندي الشغف، طول ما انا بشتغل معاك. التبادل ده انتهى يبدأ كل واحد مننا يدور على الفرصة. يا هو بيدور على موظف اخر، يا انا بدور على المكان اللي يديني التحدي الجديد او يتعلمني شيء جديد. هو هل بجد سوق العمل المصري مفتقر للمهندس الشاطر؟ قولا واحدا من غير ما تفكر. طبعا ما هي كلمة شاطر معناها ايه؟ عنده مهارة. الشخص اللي عنده المهارات مظبوط وعنده الخبرات. سيب الخبرات، ما هو الخبرات مع الوقت يعني. ايوه ما تكلمش خريج جديد تقول له انت عندك خبرات. يقول لك انت البيضه قبل الفرخه ولا الفرخه قبل البيضه؟ هجيب الخبرات منين وانا ما اشتغلتش؟ شغلوني عشان اخد صح، بس عشان اشغلك وتقدر تحصل الخبرات لازم يكون عندك انت مهارات تحصيل الخبره دي. مفيش حد بيروح مكان شركه يشتغل فيها يقول له تعالى هنعلمك. انا جايبك ليه؟ وقف يا ابني الشغل، وقف المصنع، وقف خط الانتاج، علموه ازاي بيشتغل. مفيش حد هيعلمك. مش هتروح مزرعه حد يقول لك تعالى اعلمك بص دي بتمشي ازاي. لا ان ما كنتش انت تنتزع المعلومه والخبره من قلب الشغل بنفسك، يكون عندك الشغف والاصرار، تبقى زي ما بيقولوا كده رزل عشان تتعلم، مش هتتعلم. مش حد هيعلمك. بس بمجرد ما انت اتعلمت وحصلت الخبره اتفرج الكارير بتاعك والطريق بتاعك هيمشي ازاي. احنا خلاص خلصنا. تمام. اتمنى تكون اتبسطت معانا جدا. كانت تبقى حلقه خفيفه ولذيذه كده. واتمنى الناس يعني لا ما شاء الله الحلقه يبقى فيها كم معلومات ان شاء الله يقدر يوصل للناس ان شاء الله وتبقى فعلا مفيده ليهم. احنا عندنا عرف كده كل اخر حلقه بترشح لنا 3 شخصيات ينقلوا تجربتهم للناس ويجي ينورونا هنا كده ان شاء الله ونوجه لهم الدعوه من مكاننا هنا. تمام. بحيث ان الناس احنا ما شاء الله المجال فيه شخصيات كتير يعني أكيد. بس محتاجين نظهر الخبرات بتاعتهم ونظهر التجارب بتاعتهم بحيث ان الشباب الصغير اللي طالع وعلى مدى التاريخ الناس تتعلم من الحلقات بتاعتهم يعني. ف3 شخصيات او اكتر زي ما انت تحب يعني. اتفضل. طبعا لو هرشح حد ابدا باساتذتي. في جزء منهم يعني توفى وفي يمكن جزء منهم خارج مصر. ولكن انا مؤمن ان الانسان اللي ما عندوش استاذ فهو بلا هوية وبلا علم. مش هيبقى استاذ بالظبط.
فطبعا رقم واحد ارشح استاذي المهندس خالد حسنين، وهو استشاري في تغذية النبات، كان استشاري انتاج العنب، وهو من الشخصيات اللي انا بسميها كده، انا عامل له لقب F1 الاستشاريين في مصر، او الجيل الاول من الاستشاري الهجين، الشخص اللي بيجمع بين الخبرات المحلية والعالمية. هو كان من الناس المحظوظين في جمعية الهيئة، كان من الجيل اللي الجمعية قدرت تستثمر فيه وسافر بره، وفي استشاريين خبراء كتير جولوا هنا اتعلم على ايديهم، والراجل قدر يصنع الخبرة الخاصة بتاعته والرسالة الخاصة بتاعته. وكل يمكن الاستشاريين النهاردة اللي شغالين في مجال الفاكهة والتغذية هم تتلمذوا وتعلموا من المهندس خالد حسنين. فطبعا ارشحه بقوة انه هو هيبقى لقاء مثمر وناس كتير هتستفيد من أكيد طبعا. رقم 2 في المجال الاستثمار، في نموذج انا اشتغلت معاه وهي شركة كيما، واعتز يعني رغم ان هي يمكن فترة مش كبيرة ولكن كانت تجربتي جميلة. انا كنت مدير التسويق في مصر وفي كينيا، وقابلت شخصية أنا بعتبرها من أفضل الشخصيات اللي بتعمل في مجال مدخلات الإنتاج والتصنيع المبيدات والأسمدة في مصر، هو الأستاذ محمد الشافعي. طبعا رجل عنده تجربة ثرية، رحلة كفاح كبيرة لصنع كيان محترم مصري بيقدم النهاردة منتج لدول كتير في العالم. منتج شركة كيما بيصدر حول العالم، منتج محترم بأيدي مصرية وخبرات مصرية. فهو من المستثمرين اللي عندهم تجربة جميلة جدا، وأتمنى أن هو يكون معاك في البودكاست إن شاء الله ويشرح تجربته للناس عشان الناس يعني تستفيد منه كتير يعني. ثالث شخصية في مجال الإنتاج الزراعي والتصدير، ولما نتكلم النهاردة عن فخر مصر نقول شركة دالتكس. أكيد طبعا. يعني النهاردة انت بتسافر اي معرض دولي في العالم وتقول انا من مصر فيقول لك دالتكس. فدالتكس فخر بجد لأي مصري ولأي مهندس زراعي يشتغل مع دالتكس. فدالتكس كمان عندها قطاعات متعددة في المجال الزراعي، سواء في الإنتاج سواء في التصدير سواء في المعدات سواء في الأسمدة والمبيدات. ما شاء الله يعني جروب جميل جدا، مجموعة متكاملة. دكتور سمير حط البذرة والرؤية، والأولاد من بعده بتكمل وبتطور. أرشح وبقوة طبعا الأستاذ أحمد سمير النجار، عنده تجربة ممتازة، رحلة كفاح جوه دالتكس. فأنا يتهيألي أنه هيقدم حلقة من أقوى الحلقات هتكون عندك في البودكاست، يتكلم عن تجربة دالتكس وتجربته الشخصية هو في تطوير المؤسسة. نتمنى ان هم يوافقوا ان شاء الله ان شاء الله. بنوجع الدعوه لباشمهندس خالد حسنين، الباشمهندس محمد الشافعي، باشمهندس احمد سمير النجار، باشمهندس سمير النجار وكل عيله النجار. اكيد طبعا اكيد. يعني هم اكيد الناس دي بتبقى وقتها شويه يعني طبعا الوقت صعب بالنسبه لهم، ولكن انا متاكد ان هم مش هيتاخروا على حد بالمعلومه ان شاء الله يعني. نفضل وراهم وان شاء الله في يوم من الايام يجوا يصوروا معانا ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك يا باشمهندس محمد، انا كنت مبسوط بالحلقه ومبسوط معرفة حضرتك شخصية ربنا يبارك فيك، يعني قيمة وقامة علمية. ان شاء الله الناس تقدر تستفاد من الحلقة ديت وحلقة تبقى موثقة للتاريخ من باشمهندس محمد خميس بالمجهودات اللي عملها في سوق الزراعة. اشكرك، وانا مبسوط برضو بحضرتك يعني يا باشمهندس اسلام، ان حد زراعي بيقدم محتوى اعلامي زراعي بشكل احترافي، واحنا لازم كلنا نشجعك. احنا محتاجين ده والله، في لان احنا فعلا محتاجين ده، ان يبقى في منصة يقدر الناس تتكلم فيها وتقدم للناس المعلومة او الخبرة اللي تفيد الناس، وزي ما انت قلت ترشدهم فين الطريق الصح والطريق الغلط. بنشكركم انكم مكملين معانا لحد اخر الحلقة، وما تنسوش دعمكم لينا على صفحة الفيسبوك وصفحة اليوتيوب. شكرا لكم.